عسلامة، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم لاباس وبخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. رسالة الكسكسي بالدجاج، الكسكسي الزمني متاع السنة والعادة. نتخيل ناس الكل يعرفوا يعملوه، موجود في الطاولة التونسية متاع الناس الكل، لكن كل حد وطريقته. اليوم باش نشارك معكم طريقتي باش نستحقوا. أول حاجة الدجاج بالطبيعة باش نكون فوحته من قبل، غسلته بالباهي بالخل والقارص وشوية ملح وشوية كليل وزعتر. ومن بعد باش نفوحه، باش ناخذ مغرفة صغيرة فلفل مرحي، مغرفة صغيرة طماطم معجونة، مغرفة صغيرة ملح، شوية فلفل أكحل وخوية زيت وشوية بصل وشوية ثوم، باش نخلطهم الكل مع بعضهم وباش نخليه لمدة ربع ساعة باش يدخل في وسط هاك الفيحة هذيك الكل. بالنسبة للصوص متاع الكسكسي باش نستحق زوز مغارف طماطم معجونة نحلها في شوية ماء دافية، 3 قرون فلفل، 3 كعبات طماطم مكعب، 3 بصلات كبار، مغرفة فلفل مرحي كبيرة، مغرفة كبيرة ملح، مغرفة صغيرة فلفل أكحل، كاس ونص زيت كما تشوفوا باش نحطهم. وباش نبدأ نقلي الفلفل. بعد ما نقلي كعبات الفلفل متاعي باش ناخذ هاك البصلات باش نقصهم جويدين وباش نحطهم يتقلاو بشوية بشوية، مش باش نخليهم لين يتقلاو برشا، باش نحط معاهم ديريكتومون الدجاج باش يخلط عليهم باش يتقلاو مع بعضهم وتسيب ريحة البصل في الدجاج. تعرفوا اللي الدجاج يحب برشا البصل. باش نحط ورقة صغيرة رند لتفويح، حاجة اختيارية هذه. كما تشوفوا كيف الدجاج يسيب شوية الماء متاعه، نبدأ نحط اني طماطم اللي عندي، باش نحط طماطم الحكة والكعب مع بعضهم باش يطيبوا، ونحرك شوية ونخليهم هكاك شوية يشكشكوا. ومن بعد يعني مش باش نخليهم يتقلاو كل مدة طويلة برشا، يعني بعد ديريكتومون باش نبدأ نفوح على روحي باش نحط الفاحات الكل، مش باش نخليهم زادا يتقلاو هذم جملة باش ما يتحرقوش. باش نصب عليهم الماء السخون، ماذا بيكم ما يكون يغلي، ومش باش نصبه فرد مرة، باش نصبه على مراحل بشوية بشوية ونحرك. وتوا باش نتعداو لمرحلة التكسكيس الكسكسي. بعد ما كملنا مرقنا الكسكسي اللي عندي دياري 5 يسي نقولوا احنا في الساحل، هذا باش يستحق التكسكيس. دونك اذا انت ما تعرفش تكسكس تبعني، خاطر حتى انا كيفك ما نعرفش نكسكس. حطيت خوية زيت، بس لستو هكا بالزيت من الاول. لما حال المرحلة هذه ما تعملها آخر حاجة، أما أنا عملتها أول حاجة. ومن بعد باش نسقيوه بشوية ماء كيما تشوفوا، وعينك ميزانك ورد بالك تصب برشا فرد مرة، لازم بشوية بشوية. ونحاول نمشي إيدي ونجيب كيما تشوفوا. ولد غربال هذا باش نستحقوه من بعد. إذا صارت لك أي مشاكل أو كعبر لك ولا حاجة عادي تنجم تغربله ويرجع لك الكعبة وقتها وما فيه حتى شيء. وتوا باش نحطه يبدأ يفور من 15 دقيقة، 4 دراج أو 5 دراج هكاكا التفويرة الأولى هذه. وفي المرحلة هذه تنجموا تزيدوا البطاطا سنارية أي حاجة تحبوا عليها، هذه حاجة اختيارية. بعد ما يفور الكسكسي باش نهبطوه وباش نسقيوه بكاس ماء كبير. أو في المرحلة هذه باش نزيدوا زادة الفاح الفلفل أكحل، ونحاولوا نحلوه بشوية بشوية ونخلطوه كما تشوفوا. وفي المرحلة هذه زاد إذا صارت لك أي حاجة أو عاودت كعبر لك ولا حاجة، فما غربال آخر نستعملوه اللي هو أغلظ من الغربال اللي قبله. باش نصوره لكم بيكون أوضح في التصويرة. مثالش تنجم تعاود تغربله وكيف كيف يرجع لك عادي وما فيه حتى شيء، وتكمل الطيب على روحك وكل مشكلة ولها حل. وباش نرجعه يفور لمدة 15 دقيقة، ومن بعد باش نهبطه ونسقيه بالسقا متاعو. ما صورتهاش المرحلة هذه.
وباش نسربيه ونقدمه في الصحن كما تشوفوا النتيجة يشهي برشا منظر ديجا قبل حتى ما ناكلو. ما نحكي لكمش على الريحة والبنة، نودكم ولا نشهيكم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم الريسات. خليوا لي رايكم في التعليقات، وإن شاء الله استمتعتوا بأنغام السيدة نعمة اللي رافقتنا اليوم في الفيديو. توم قال يقول لكم كان شاهية طيبة، وإلى اللقاء، ونتلقاو في الفيديو الجاي. متنساش تعطيو ماكلتكم برشا حب، وتابعوني على انستغرام. إذا ماكش مشترك في القناة شارك في القناة متاعي، وباي باي.